السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الكرام، كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة. الوصفة ديال اليوم هي كيكة بدون بيض، يعني حتى ولا ما كانش البيض غادي نحضروا كيكة وغتجي ناجحة 100%. ما عليكم إلا تتبعوا الفيديو من الأول حتى الآخر. إذن غادي نحتاجوا في المقادير ياغورت بالنكهة اللي بغيتو، وحليب بارد، زيت المائدة، وسكر حبيبات او سكر سنيده، كاكاو مر، معلقه تقريبا صغيره ديال الخل، فانيليا، 3 ديال الخمارات، والدقيق بطبيعه الحال حسب الخليط. اذا غندوزو على بركه الله لطريقه التحضير. اذا كناخذ الاناء اللي غادي نخدم فيه، بسم الله، وغادي نبدا بالحليب هو الاول. اذا غادي ندير الحليب عندي في المقادير كاس، والكاس الثاني الا ربع، يعني كاس مملوء والكاس الثاني كاس الا ربع، كنحيد منه 4 كاس. اذا كنضيف، هانتوما كتشوفوا يعني كلشي واضح امامكم. من بعد كنضيف عليه الياغورت بطبيعه الحال كتبقى لكم حريه الاختيار، كتختاروا النكهه اللي بغيتو. اذا كنضيف الياغورت، ثم كنضيف كاس مملوء ديال زيت المائده، وكنضيف سكر سنيده او سكر حبيبات، وغنبدا نخلط المكونات. اذا كنطرب المكونات مزيان حتى ينسجموا بعضياتهم. طريقه سهله وبسيطه، وكيكه كتجي رائعه يعني حتى ولا ما كانش البيض راه ممكن اننا نحضروا كيكه يعني لذيذه بزاف، وحتى في المنظر ديالها زوين. كنضيف داك المعلقه صغيره ديال الخل، من بعد كنضيف فانيليا، ساشي ديال الفاني للتنسيم باش نسمو، وكنستمر تضرب، يعني كنستمر كنطرب هكا. كل شيء سهل يعني، وحتى المكونات يعني كيتواجدوا تقريبا في كل البيت. كنضيف كاس الماء، ما درجتوش في المقادير، كنضيف كاس ديال الماء بارد، وكنخلط مزيان حتى كنخلط المكونات مزيان مع بعضياتهم. عاد غادي نبدا نضيف الدقيق دائما كنقولوا على حسب النوعيه ديال الخليط، كنبقاو نضيفو بشويه بشويه تدريجيا، وانا كنخلط حتى كنحصل على القوام اللي بغيت. صدقوني راه غادي تجربوها وما غتبقاوش تخطيوها من الدار. كيكه رائعه. كنضيف 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، وكنخلطهم حتى الخليط ينسجم، وهكا وما يبقاوليش داك التكتلات ديال الدقيق، يعني ما يبقاوش داك الكورات ديال الدقيق. ونضيف، ما ننساش نضيف الخمارات، حتى الطريقه راه ما معقده ما والو، يعني راه حتى المبتدئات ممكن انهم يحضروا هاد الكيكه وغادي تنجح معاهم. ما عليهم الا يتبعوا يعني الفيديو من الاول حتى الاخير ويحترموا المقادير. اذا كنستمر هكا كنطرب. اذا انا بانت لي بان الكيكه باقا يعني، او باقي الخليط عفوا باقي خفيف، غادي نعاود نضيف شويه ديال الدقيق، اذا حتى كنحصل على القوام اللي بغيت انا، ما ثقيل ما خفيف. نضيف شويه ديال الدقيق وكنستمر هكا كنطرب مزيان باش ينسجم حتى داك الكاكاو يزيد ينسجم مزيان مع الدقيق. كنستمر هكا
تضرب. صافي حتى كنحصل على خليط ثقيل بهكا، يعني ما ثقيلش بزاف ولكن هكا كيكون ثقيل، يعني صافي نسجم الخليط كامل. وناخذ المول اللي بغيت، انا خديت هذا المول هذا داير، وغادي نفرغ فيه الخليط. نفرغ الخليط كامل وندخلو للفرن. يعني الا كان الفرن كهربائي كندير 180 درجه، كان الغاز يعني كنقص شويه العافيه وكنخليها طيب على خطره. يعني كيكه رائعه بجميع المقاييس، كتجي زوينه بزاف بزاف. صافي كنحركها غير شويه باش ما يعني يخرج منها داك الهواء، يعني ما يبقاوش ديك الفقاعات، وندخلها للفرن. اذا ها هي الكيكه ديالنا بعد ما طابت، يعني طايبه مزيان. غادي نقلبها وغادي ندوزو مع بعضياتنا باش نديرو الزين، يعني نزينوها. اذا بعد ما قلبتها هانتوما كتشوفوا، غادي ندوز ناخذ، يعني خديت كاس ديال الحليب وضفت ليه سنيده وضفت الشوكولا بيضاء، وباش حصلت على هذا الخليط هذا، وغادي نفرغه فوق الكيكه. يعني غادي نفرغه بهذا الشكل هذا، كيعطيها واحد يعني واحد المنظر زوين، وفي نفس الوقت كيضيف لها واحد اللذه. يعني راكم كتعرفوا يعني الشوكولا كتجي زوينه وكيبغيوها سورتو الوليدات. اذا كنحاول نمشي هاد الشوكولا فوق الكيكه يعني كامله، وكندخلها تبرد حتى تبرد وعاد نكملها التزيين. اذا كندخلها للثلاجه واحد شويه، تقريبا واحد 4 ساعات نص ساعه، حتى كتبرد مزيان وكيشد داك الشكلاط كيشد راسو. عاد كنكمل هذا التزيين. اذا هانتوما كتشوفوا بعد ما بردات كناخذ الشوكولا سوداء وكنديرها في بلاستيكه او في بوشي اللي عندكم، وكندير واحد الثقب صغير هكا في داك البلاستيك، وكنبدا نشكل هكا يعني بطريقه عشوائيه خطوط هكا متداخله في بعضياتهم، يعني على شكل عش ديال العنكبوت بحال هكذا. كنمشي كنستمر هكا، وكنولي ثاني كناخذ الشوكولا بيضاء ايضا بنفس الطريقه، يعني كندير في البلاستيكه نفس الشيء، وكنديرها حتى هي واحد الثقب صغير، وكندير نفس الحركه. كنديرها الحركه اللي درت مع شوكولا سوداء غنديرها مع شوكولا بيضاء بهذه الطريقه هذه. كنستمر هكا حتى كنسالي هذاك الشيء اللي عندي، كنولي عاوتاني ندير مره اخرى داك الشوكولا من الفوق سوداء. هانتوما كتشوفوا يعني الطريقه واضحه وسهله وبسيطه، ما فيها حتى شي تعقيد، كتجي رائعه رائعه رائعه، يعني شكلها زوين ومذاقها يعني اروع اروع. اذا الكيكه ديالنا هي هذه، هانتوما كتشوفوا فيها يعني كتجي رائعه، يعني شكلها كيشهي ومذاقها يعني خاصكم تجربوها وتحكموا بنفسكم. اذا الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنسوش تدعمونا باللايكات ديالكم، يعني الدعم ديالكم راه مهم بزاف في القناه، وشي تعليق زوين بحالكم، وبارطاجيو مع الاهل والاحباب ديالكم باش تعم الفائده. اذا شكرا على حسن تتبعكم، والقاكم بحول الله في وصفه اخرى بألف خير.